السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكن أحبابي؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا رب. نصلي على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يسعد صباحكم اليوم بفيديو جديد، يوم تقضوه معي إن شاء الله يعجبكم. لا تنسونا من الاشتراك والإعجاب. نبدأ هلأ. طبعا أول شي عند الصبح ننظف البيت كله مثل ما شايفين. هلا هيك صار عندي كل شي نظيف وجاهز. طبعا أنظف قبل ما بنام، لكن أخواتي بيسهروا برجع أنظف الصبح. هلا بنزل لتحت. إذا عندي أشياء بدي أضبها هاي إعادة تدوير، مثل هيك أي علب أو هيك، فهي بنحطها بكيس إعادة تدوير هيك مرسوم عليه. هلا عم ضبهم هدول كلهم. هاي هيك أي علبة مرسوم عليها هاي الرسمة دائرة صغيرة، فهي إعادة تدوير. هلا هيك خلصت، بحط الكيس هون. هاي هيك هاي اللي ورا البيت يعني. وهلأ الفطور صار عندي جاهز. أنا حطيت عملت هاي معجنات بالجبنة، محشية جبنة للفطور مع حليب وشاي. أنا هذا فطوري. وهلأ عم جهز للطبخ. بدي أطبخ اليوم فاصوليا بندورة وفاصوليا ملفحة بزيت. وهاي البندورة كمان جهزتها. وفي عندي مشوار هلأ أنا نازلة. في رفيقتي أنا وصيتها على الأغراض، وهلأ رايحة موعدتها بمكان راح أخذ من عندها الأغراض اللي وصيتها عليها. مثل ما شايفين اليوم كتير حلو وطالع الشمس. هليك أنا أخذت منها الأغراض وهلأ راجعة على البيت. هلأ وصلت البيت. هلا من ضمن الأغراض اللي جبتهم هو هاي مثل السجادة يعني، بس يعني خفيفة قماش بس حلوة كتير. غسلتها هلا، طلعت من الغسالة ومسحته كل شي. هلا بدي مدها. لقيتها أحلى من المد الأزرق. هذي كنت ما شايفين منظر، جاب منظر الغرفة يعني. حلوة كتير، أحلى من المدة الزرقاء السابقة. هلا البيت نحنا ما شاري له كتير فرش لأنه لسه ما مستقرين أهلي، لهيك لسه ما مشترين أي فرش. هذا كله لسه من المنظمة يعني، لسه احنا ما اشترينا شي لحتى إن شاء الله نستقر الواحد بيشتري. لكن يعني حتى الواحد لو ما مستقر فلازم يرتب يعني، يزين شوي يعني بالموجود. برتب الواحد بينظم بيته. هلاي كمان اللي اشتغلتها أختي، على إيدها عملتها بالصوف هيك مثل أرضية. أعطت زاوية كتير حلوة، حبيتها. هلا صارت الساعة 4:15 مثل ما شايفين،
أمي صايمة وباقي الأذان ساعة بس، بدي أخلص الطبخة هالساعة هاي الفاصوليا حطيت لها هلا الثوم، وعندي هون سلق كمان راح أطبخه، سلق بلبن. هاي هلا عم أغسله وراح أحطه على النار مع مي، يعني لحتى أغليه بمي. هلا حطيت البهارات، فلفل وفلفل حمرا والملح، وهاي السلق صار على الغاز، حطيت له مي بس. وعندي هون على الجنب حطيت عندي لحمة شقف بدي احطها مشان الفاصوليا بندورة، محمسة شوي بزيت للحمة. هاي هلا حطيت لها البندورة المقطعة، طبعا بدون ملح لسه مشان ما تشد اللحمة. هاي أنا لأنه ما بحب اللحمة فحطيت بندورة لحالها، بدي أحط لها فاصوليا بندورة بس بدون لحمة شوي لإلي صحن صغير يعني. هاي اللبن وتوم مشان السلق حطيتهم مع بعض وملح كمان، هلا مخلطهم مع بعض. وهاي السلق صار عندي جاهز، صفيته من المي وهلا راح احطه باللبن هيك، يعني لبن وملح وثوم والسلق بس. هلا هون انا عم اطبخ، اجاني هاي الكيس مثل ما شايفين، هاي من موقع جون، كنت موصيتهم على كذا غراض يعني، فوصلني هلا هذا اليوم. ان شاء الله فيديو جاي راح اعمل فيه عن كيفية طلب من موقع جون على الانترنت، كيف بيوصلك. ان شاء الله راح يكون يعني فيديو لوحده عن الأغراض اللي وصيت عليهم وكيفية الطلب من الموقع. الموقع كتير حلو وحبيته كتير مثل ما شايفين. هذا اللي وصلني، مثل ما حكيت أنا موصي على أكثر من غرض. كتير حلو ومثل ما كان موجود بالصورة يعني على الانترنت مثله بالضبط وصلني، يعني موقع صادق. هلا هيك سفرة الفطور صارت جاهزة. في كان رز من أول سخنته، وهاي السلطة عملتها، هاي سلق لبن وفاصوليا تلفيح، وهاي الفاصوليا بندورة. هلا هيك بعد الفطور عملت حلاية سريعة بسيطة، يعني هي البانكيك، واحد بشوكولا والتانية بعسل، حطيت شوية بشوكولا وشوية بعسل يعني. كمان ان شاء الله راح ارفع عنها فيديو، كتير سهلة وبسيطة. طبعا موجود فيديوهات كتير على الانترنت. وهاي بعد حلاية كمان، هاي القهوة والفواكه كمان للسهرة يعني. بهيك بيكون خلص يومي. استودعكم الله بفيديو تاني ان شاء الله. مع السلامة.